مالك معكاز؟ انا عارف شنو خاصني ندير باش نحقق الهدف ديالي، ولكن كان عياما نفكر راسي في الاخير كنلقى راسي ما درت والو. انا معكاز. العجز او الكسل هو واحد الحكم مستعمل من طرف الاغلبيه ديال الناس، وهذا الحكم ما كيمكنش لينا باش نفهمه علاش الشخص ما كيديرش مجهود باش يحقق رغباته واهدافه. وإلى جينا نشوفوا شنو مخبي بصح ورا ظاهرة الكسل، فغادي نلقاو بزاف الأسباب، ومنها أولا الخوف من الفشل، ثانيا الخوف من التوقعات، ثالثا الاكتئاب. أولا الخوف من الفشل. بزاف ديال الناس كيأجلوا العمل على أهدافهم، بحال مثلا تلقى خدمة ما حسن حيتاش كيتوقعوا من راسهم قليل. غالبا كيكونوا خايفين الى داروا جهدهم لتحقيق داك الهدف وفي الاخير ما يتحققش، وبالتالي يحسوا بالدمار. فالقرار الاخير يكون انهم من الاحسن ما يجربوش من الاول. وكلنا عندنا صديق او صديقة كيفكروا هكذا. ثانيا الخوف من التوقعات. بالنسبة للناس اللي ديما كيتوقعوا الأسوأ، غالبا كيكون السبب هو الخوف من توقعات الناس الآخرين عليهم. فمثلا إلا كنتي كتوجد الامتحان مهم وفكرتي في توقعات الناس عليك بين قوسين غيجيب مزيان بزاف، هاد التوقعات العالية غالبا ما غتصيبك بالذعر، وتسول راسك إلا ما جبتيهاش كيفاش غتكون ردة الفعل ديالهم. هذا من الأسباب علاش كيفضلوا ما يديروا والو ويبقاو في دائرة الراحة. ثالثا الاكتئاب. واحد من السلوكيات اللي كتدل على الاكتئاب هي قلة التشجيع، التعب المستمر وغير ذلك، وبالتالي يقدر يكون الكسل ناتج على الاكتئاب. وهنا غادي يكون خاصك تعالج الاكتئاب ماشي الكسل. فهادو بعض الأسباب السيكولوجية اللي كتكون عند الناس اللي كيتسماو بين قوسين كسالى. ولكن في الحقيقة العجز أو الكسل ماشي حقيقة ثابتة ما كتغيرش، ولكن كأي ظاهرة عندها أسبابها ويمكن الحد منها، رغم أنها كتعتبر من أصعب العادات اللي يمكن تخلص منها. ولكن هاد الشي ما كيعنيش باللي ما غتقدرش تهنى من عادة العجز أو الكسل، حيث يمكن ليك بأشياء بسيطة تهنى منه، ومنها الرياضة كتنشط الدماغ، هذه كلشي عارفها، وكتخلي الجسم ديالك في حالة فيولوجية جيدة، الشيء اللي غيعاونك تنوض دير شي حاجة بجسم مزيان ونفسية مزيانة، بدل ما تبقى غير متكي وخازن الطاقة اللي باغا غير تخرج منك. دير الحاجة اللي كتخليك فرحان، ارسم، غني، شطح، كتب، قرأ القرآن، صلي، اي حاجة كتخليك فرحان وناشط. المهم تعلم انه ما يمكنش ليك تبقى غير جالس ما كدير والو النهار كامل. شجع راسك، تعرف على راسك اكثر. كل ما تعرفتي على راسك كل ما توضحات لك الصورة ديال اهدافك وشنو خاصك دير وشنو لا. فاش كتولي في هذه المرحلة فراه ما يمكنش ترجع للكسل وتخلي قدامك احلامك واهدافك كتسنى فيك تحققها. وفي الاخير الا كنتي كتحاب راسك معكاز، فحاول تعرف الاصل ديال الكسل وتعالج المشكل قبل ما تعامله هو المشكل نيت، حيتاش كل ما قدرتي تفهم وتعرف شنو كيشجعك كل ما قدرتي تنوض وتحقق اهدافك. سلام.